كامل ابو علي رئيس النادي المصري عينه عليه. وبذكر النادي المصري سمعت وتردد يعني امبارح بالليل كانت في قعده وديه ويمكن او اتصالات مثلا وديه، وكان في قعده ما بين بعض مسؤولين النادي الاهلي مع الاستاذ كامل ابو علي بشكل ودي، والموضوع كان لطيف جدا. ويمكن اللي راعى هذا الاتفاق ان الامور تهدى ما بين النادي الاهلي والنادي المصري كان المهندس هاني ابو ريده. طبعا يعني هو تدخل بصفه ان هو بورسعيدي وراجل بورسعيدي وبيحب طبعا النادي المصري بكل المقاييس وعلاقته كويسه جدا بالنادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي، فهو كان وسيط ما بين استاذ كامل ابو علي وما بين الكابتن حسن حمدي، وحصلت اتصالات وتم تهدئه الاجواء. ومن الممكن الفتره اللي جايه بعد انتقال احمد شديد الناوي للنادي الاهلي من الممكن الفتره القادمه ان تشهد انتقال بعض اللاعبين اللي الكابتن طلعت يوسف حاطط عينه عليهم، من الممكن ان ينتقلوا الى النادي المصري على سبيل الاعاره من النادي الاهلي في حاله ان مانويل جوزيه مش عايزهم خلال الفتره القادمه. يعني كنوع من انواع الايه يعني الود بعد قصه احمد شديد، يعني يصالحوا شويه استاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري. والعلاقه ما بين الاهلي والمصري في السنوات الاخيره علاقه جيده جدا.